بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده بقى هنقول مع بعض شوية افكار اقتصادية كده تنفعنا للفطار وللعشاء. طبعا الغدا ده عارفين، يا اما فراخ يا اما سمك يا اما لحمة، حاجة كده. بس الفطار والعشاء هم فعلا الحيرة فيهم. هنعرف كمان ايه الحاجات الاساسية اللي ممكن نحطها في التلاجة تنفعنا في الفطار والعشاء. اول حاجه عندنا القراقيش، تعمليها بقى. انا عاملاها قبل كده في القناه، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. عاملاها بالطريقه الجميله دي، انت تشكليها زي ما انت عايزه تشكليها، بس انا عملتها بالشكل ده عشان تجذب الاولاد. طبعا دي هتمدي ايدك على طول تلاقيها بكوبايه شاي، تنفع فطار تنفع عشاء زي ما انت عايزه تقدميها. تاني حاجة ممكن تكون موجودة معانا هي العيش، سواء بقى هتجيبيه على البطاقة، ممكن تحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر على قد الوجبة، يعني ما تجيبيش يوم بيوم، هاتي بالاسبوع وحطيه في الفريزر. او سواء هتعملي زي كده وهتخبزيه. انا عملته في الطاسة كده بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة، وطلع معايا جميل جدا وكله بركة. من كيلو دقيق ما شاء الله عمل لي كمية كويسة جدا. وده برضه عاملاه في القناة، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. دي من الاساسيات يا بنات اللي ممكن تكون موجودة في البيت او في الفريزر بتاعنا. تالت حاجة بقى ممكن تكون موجودة عندي اللي هي القرنبيط. بصراحة في فصل الشتاء أنا ما بستغناش عن القرنبيط خالص، بحطه دايما في التلاجة. ليه؟ بيغنينا عن الطعمية ويغنينا عن الفول ويغنينا عن الحاجات دي كلها. وممكن ينفع فطار عشاء غدا زي ما انت عايزة تحبيه. هنا عملته بطريقة اقتصادية، وعملته في الفرن من غير زيت ومن غير بيض، وعملته بطريقة بسيطة جدا، وطلع معايا بالشكل الجميل ده. يعني أفضل من المقلي، ومقرمش أفضل من المقلي كمان. وده برضه هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. جميل جدا معايا. ايه الاساسيات اللي بعد كده؟ الجبنه القريش. لو ولادك بيحبوا الجبنه القريش هعمل لك طريقه النهارده ان شاء الله، ولادك يعشقوها كده باذن الله. انا بجيب النص كيلو في الاسبوع ب20 جنيه. بحفظها ازاي؟ بغلي شويه ميه بملح واسيبهم يبردوا خالص، واحط الجبنه بتاعتي في العلبه كده زي ما انتم شايفين معايا، واشيلها في التلاجة. بتنفع معايا في اي وقت. الفرافيت الجبنه بقى، او الطريقه اللي ولادك ياكلوا بقى الجبنه القريش وهيحبوها جدا، انا حولتها لجبنه كريمي. فرافيت الجبنه دي اللي باقي عندي من الاسبوع اللي فات، رحت حطيت عليها ربع كوبايه لبن، وحطيت عليها شويه ملح، وحطيت عليها شويه زعتر لو عندك موجود، وشوية زيت زيتون أو زيت ذرة، الزيت المتاح عندك. وقلبتهم كده وعملتها بقى جبنة كريمي تحفة. المهم هرستها كويس جدا، شايفين شكلها عامل ازاي. وحطيتها في العلبة زي ما انتم شايفين معايا كده، وحطها في التلاجة. برضو امد ايدي الاقيها تبقى الحاجة موجودة عندي، ما دورش ولا احتار. حتى لو اتأخرت في النوم شوية، لو ولادي في المدارس، ابص الاقي نفسي ايه الحاجة عندي ومطمنة. علبة الجبنة دي برضو انا بجيبها من على التومين. عندي ايه تاني؟ عندي البتنجان. البتنجان هجيبه، لا مش هحطه صحيح كده في التلاجة، انا هعمله عشان برضو يبقى تحت ايدي. كل ما محتاجه اطلعه يكون مستوي جاهز. عملت ايه؟ البتنجان الطويل ده خدت سلقته، عملت له خلطة جميلة جدا. عملت له ايه معايا؟ صوص هريسة، ومعايا طماطم مقطعاها كده، ومعايا شبت، عودين شبت، ومعايا كمون، على ايه؟ على ملح. وعصرت عليهم ليمونتين كويسين كده. وهقلب الكلام ده كله في بعضه، وهبتدي ايه؟ احشي البتنجان بتاعي. بيبقى ده برضو حلو جدا لما تسيبيه في التلاجة يومين كده وتسحبي منه، بيبقى حلو جدا جدا. هتبقى تطلعي العيش مع البتنجان كده مع حتة الجبنة، وده الفطار وده العشاء، وحلو أوي زي الفل. أفكار اقتصادية وجميلة في ظل الغلا اللي احنا موجودين فيه. شايفين البتنجان طعمه حلو، شكله حلو ازاي؟ لا لسه الطعم هتدوقيه. والعود الشبت ده بيفرق جدا جدا يا بنات مع مع الخلطة دي، جميل جدا. عبيته كده في علبة زي ما انتم شايفين معايا، وحطيته على الوش كده. الباقي ايه؟ باقي الخلطة بتاعتي خسارة طبعا، ما بنرميش حاجة احنا خالص. قلبه بقى هيحمر كده وهيبقى جميل معايا. عشان احافظ عليه برضو عملت ايه؟ جبت كوباية مية كده من سلق البتنجان، وحطيت عليه حوالي 3 4 معالق خل كده، وحطيت عليه معلقتين صغيرين ملح، وقلبتهم كويس، وهحطهم على البتنجان كده. وبرضو ده هحطه في العلبة واقفل عليه واشيله في التلاجة. حاجات تبقى موجودة تحت ايدينا. هتيجي تمدي ايدك في شغلك، ولادك في المدارس، ابنك جعان عايز سندوتش، جوزك جه على فجأة، اي حاجة هتطلعي وتحطي على طول. البتنجان اللي هو الرومي ده انا عملته مسقعة، خدت قرنين فلفل كده حاميين وعملته مسقعة.
طبعا المسقعة طبعا كلنا عارفين بنعملها ازاي، من غير لحمة مفرومة بقى ولا حاجة، حاجة اقتصادية كده. يا دوب حمرت البتنجان في الزيت والفلفل، وعملت ايه، حمرت فص توم كده بطماطم بمعلقة صلصة وعملته، طلعت احلى مسقعة زي ما انتم شايفين معايا كده. برضو هشيلها بتقعد معايا في الاسبوع بالاسبوع في التلاجة، عشان كل يوم ما اطلعش البتنجان واقعد اعمل مسقعة. لا مش هعمل كده واسيب البتنجان يبوظ، لا بعمله كده وبتفضل معايا بالاسبوع. خليت بس بتنجانتين صحاح كده، عشان لو حبيت اعمل اشويها واعمل سلطه بتنجان ولا حاجه تبقى موجوده برضو تحت ايدي في اي وقت. طبعا ما ننساش بقى ايه المخللات بتاعتنا، طبعا انا عامله معاكم جميع انواع المخللات على القناه. عملت شويه المخلل اللفت دول وحطيت عليهم حبه بنجر، وبقى ايه ده موجود في التلاجة على طول. ايه تاني عندك بقى؟ ربع كيلو لحمة، عايزة تمنجهي نفسك بقى يوم جمعة كده، يوم حاجة كده، يوم حلو كده. عندك ربع كيلو لحمة، هتعملي الفطيرة الجميلة الاقتصادية دي. شوف طرية وجميلة تحفة كده بالشكل ده كده. يا دوب هي وربع كيلو لحمة، الفطيرة دي ما شاء الله تكفي معايا 6 أفراد، مع اللحمة بقى، مع الخضار، مع الفلفل، مع الطماطم، مع البصل، مع الحاجات دي. تكتريها، ممكن تكتريها بشوية عدس زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو الكفتة. تكتري اللحمة المفرومة بشوية عدس ايه بجبة كده، هتبقى معاكي الفطيرة الجميلة الحلوة دي. دي برضه عملت فطيرة بالفراخ كده. لو عندك طبعا صدر فرخة باقي، لو هتجيبي ربع كيلو بس صدور، هتعمليه برضه بالشكل ده كده. لو ولادك ما بيحبوش اللحمة المفرومة، هتطلع معاكي بالشكل الجميل التحفة ده. يا دوب هتجيبي كيس جبنة موتزاريلا وربع كيلو صدور، وتشوحيه كله في قلب بعضه كده، وتعملي احلى فطيره. وهسيب لكم برضه اللينك بتاعها في ايه، في صندوق الوصف تحت الفيديو. ودي الافكار بتاعت النهارده، يا ريت لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.